جدعان انا فكرت في فكره فخمه 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 فخامه الفخمين. ايه بقى الفكره؟ قررت هشرح لكم مسلسل الكيمياء العضويه. مسلسل الكيمياء العضويه، مش شرح الكيمياء العضويه. اما انا اختلف عن غيري في ايه لما انا اطلع اشرح الكيمياء العضويه؟ المسلسل ده هيكون عباره عن حلقات، ان شاء الله استمر على الحلقات دي. ادعوا لي استمر معاكم عشان انزل لكم المنهج على اليوتيوب كله. اللينك في البايو بتاع تيك توك. نزلت لكم الحلقه الاولى، هتلاقوها على اليوتيوب، هتلاقوا مكتوب الحلقه الاولى في الكيمياء العضويه سلمى هلال. روحوا اسمعوا الحلقه الاولى وقولوا لي رايكم. هنا عالم هباد اسمه بريزيليوس. انا شفت واحد بيقول لك ايه ده، هو مش كان في عالم هباد اسمه ارسطو كان كل العلماء ماشيين وراه؟ ده الشيء اخوه كده اسمه ايه؟ اسمه بريزيليوس. المهم بريزيليوس ده قال لك ان المركبات العضويه ما بتتصنعش غير جوه اجسام الكائنات الحيه بقوه خفيه. انت عبيط يا اسطى. محدش يقدر يصنع مركب عضوي خارج جسم الكائنات الحيه. فولر قعد مع نفسه وقال ايه ده، هو بريزيليوس هيكسبني؟ دي حاجه مستحيله، انا محدش يكسبني. انا هقوم اكل وبعد كده ارجع اشوف الموضوع ده تاني. المهم بيسخن الاكل عشان ياكل، جعان عشان يقدر يفكر بقى، راح مسخن سيانات الالمونيوم بالغلط، جت معاه صدفه. المهم ايه المفاجاه الكبرى؟ اتحولت سيانات الالمونيوم ليوريا. وكل عالم بقى عايز يعمل نفسه عالم يحط اسم. انا حتى ذات نفسي محضرت مركبات عضويه معاهم عشان يذكر اسمي. قال له اصل الكربون بيقدر يرتبط مع نفسه ومع الذرات التانية بروابط احاديه وثنائيه وثلاثيه. واحد قاعد بيفتي اخو العالم بريزيليوس برضو وعالم ارسطو بيقول لك ورابط رباعيه يا غبي حبيبي. اساسيه زيطه ورابط خماسيه وسداسيه. واحنا بنغني اغنيه 1 2 3 4 5 6 7 8. لا مش هي.